يطلب، الشعب يقرر. وهذه ثورة أمة مؤمنة قوية مصابرة مرابطة هادية تقرر لنفسها ما تريد ولا تنتظر من أحد قرارا. وأنا أرى أن بقاء حاكم واحد مستبد إلى أن منذ أن يولى أيما كانت طريقة توليته إلى أن يموت أمر مخالف لمصالح الأمة. لا نستفيد من بقاء أوضاعنا السياسية على ما هي عليه، حكام مؤبدون إلى يوم القيامة، أو متغلبون لا يتركون المقعد إلا بمتغلب أقوى منهم، وأحزاب ورقية لا قيمة لها إلا في الصحف التي تصدرها. دي مشاكل مسؤولة عن الدولة الفاشلة، الدولة تخفق. نحن نعيش في ظل دولة تخفق في جميع المجالات. دي دولة تخلت عن واجباتها الأساسية التي كانت تقوم بها الدولة منذ وجدت، وبقت متفرغة لأشياء أخرى. الدولة متفرغة لإرهاب الناس، الدولة متفرغة لمنع الفكر المخالف لفكرها ولو كان في مصلحتها. المعارضة تعتبر خيانة، وأن حرية الرأي ممنوعة، وأن مجرد الكلام أحيانا مجرد الكلام في الأمور السياسية تدخل فيما لا يعنيك، لأنه ليس لك أن تتحدث في أمر يخص السادة الحكام وحدهم. نحن لسنا ضعفاء، نحن ضعفاء سياسيا واقتصاديا، نحن لسنا ضعفاء فكريا وعقيديا. نحن نستطيع أن نأخذ ما نشاء وأن نترك ما نشاء إذا استقل قرارنا الاقتصادي والسياسي. نحن على شفا بركان، المنطقة كلها على شفا بركان. طال بالشعوب جدا أمد القهر والظلم والاحتقار والاستقلال بأمرها، أمرها مستقل معتبر قليل في نظر زعامتها وسياسييها وحكامها. أظن أن الشعوب منتظرة عمل جذري يغير أحوالها من هذا القهر إلى حرية وإلى قدرة على التعبير وإلى حق في التغيير وإلى إصلاح. ديمقراطية حقيقية، وإصلاح بالمعنى الحقيقي، إصلاح مش صوري، إصلاح مش يعملوا له مسيطرين على الأمور بقى لهم 50 سنة عشان هم يفضلوا 50 سنة جاية. إصلاح يمكن الشعوب من أن تحكم نفسها بنفسها لأنها مؤهلة لذلك. إذا لم يقع هذا المنطقة دي هتنفجر. الاستبداد يقف، لازم الاضطهاد يتوقف، لازم تعذيب الناس في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة وقتل الناس، احنا عندنا كام قتيل في الشهر، يتوقف. لازم المواطن يستعيد كرامته ويبقى حاسس بقدرته على انه مش يطالب بحقه، على انه ياخذ حقه. والناس حين يرون حزبا يؤدي بهم الى فقدان مصالحهم والى اهدار كرامتهم والى ان تطغى عليهم فئة او طائفة او جماعة سينصرفون عنه لا شك. اما الا يكون مخلا بين الناس وبين الاختيار، وان يفرض عليهم الرأي والاشخاص والأفكار والقرارات والتشريعات، ثم يقال إن هذا هو ما يختاره الناس بدليل أنهم منصرفون عن بقية الأحزاب أو بقية الجماعات، فهذا عبث لا يليق بعاقل ولا يصدقه عاقل، وله نهاية هو بالغها بإذن الله، ونرجو أن تكون قريبا ونرجو أن تكون خيرا.